أهلا بكل مشاهدينا. المرأة المصرية عبر التاريخ لها مكانة عظيمة، مكانة هي حفرتها بأعمالها وبجهدها الكبير سواء مع أسرتها. أنا هنا بتكلم على المرأة العادية جدا في الأسرة، أو حتى على مستوى الملوك أو السيدات اللي كانوا جنب الملوك الفراعنة. احنا هناخد بعض النماذج والأمثلة للمرأة المصرية عبر التاريخ ودورها، وبالأسماء هنشوف النساء دول العظيمات دول عملوا ايه، خاصة ان كان ليهم يعني دور كبير، وكان ليهم كمان ألقاب زي سيدة الحب وسيدة الجمال وغيرها. الأستاذة ولاء ناصر المتخصصة في التاريخ، وهي كمان يعني طالبة في كلية الآداب قسم التاريخ، مشرفانا النهاردة ومنورانا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بنبسط قوي بالشباب الصغير، وعايز أحييكي في الأول وشد على إيدك. يعني أنت في سن بنوتي يعني، فحلوة قوي إن أنت بتسعي من دلوقتي، بتظهري في وسائل إعلام بتقولي إن شبابنا بخير. فأنا عايز في الأول كده يعني أشجعك وأحييك. ربنا يخليك. ما تقلقيش خايفة مني. هم سؤالين خفاف كده. خلاص. حبيتي التاريخ الأول ليه؟ هو الأول أنا ما كنتش داخلاه بإرادة يعني، كان تنسيق. بس بعد بس إيه اللي حصل بقى؟ بدأت بقى أدرس فيه. كان عندنا دكتور في الجامعة في علم المصريات، فكان حببنا فيه يعني. يا سلام. بدأت أنزل بقى جولات وزيارات، أتدرب في متاحف، ننزل مع دكاترة. اختيار ربنا ساعات بيكون أفضل بكتير، أحسن بكتير من يعني رغبتنا أو اختياراتنا. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع يعني أنت كمان بتمثليه، بس بقى يعني كشابة صغيرة. ازاي المرأة المصرية عبر التاريخ كانت ست عظيمة بمعنى الكلمة يعني؟ المرأة المصرية كانت بتلعب أدوار كتير في حياة الراجل وحياة أسرتها، فأولهم وأهمهم كدور أم وزوجة، وده طبعا ما يقللش من مكانتها خالص. لأن في ناس دلوقتي زي ما بنشوفهم بيتريقوا مثلا على السيدة أو يحبوا يهينوها، يقولها في آخرك المطبخ. لكن طبعا ده يعني مش صح، أنت مش بتقلل منها، رغم إن ده دور مهم برضه. بالعكس، هي شريكة الراجل في كل مراحله، وخاصة السيدة المصرية اللي حصلت على حقوق زي ما كان ليها واجبات، ليها حقوق حصلت عليها السيدة المصرية. بس لما كانت السيدات في الحضارات التانية بتتوئد وبتتباع كجارية أو أمة، لكن المرأة المصرية كانت مكرمة، ليها حق في الأراضي. سيدات وملوك من العصر القديم شاركوا سواء في الحكم أو في مساندة أزواجهم في الحكم. نذكر نماذج يعني مثلا الملكة نفرتيتي، يعني ده نموذج شهير جدا. دورها كان إيه سريعا كده؟ الملكة نفرتيتي هي زوجة الملك إخناتون. سندته طبعا في الحكم. طبعا معروف ان الملك إخناتون عمل التوحيد ودعا لعبادة الإله أتون، طبعا وقفت جنبه، وكانت كمان مساندة ليه في الدولة والأحكام اللي بيصدرها. تمام. وده بيبان من النقوش والحاجات الموجودة على المعابد بتاعتها. طيب يعني هل كان ليها أدوار تاني من دراستك بقى للتاريخ لم يتم إلقاء الضوء عليها بالشكل الكافي؟ هي كانت بتقدم الطقوس الدينية في المعابد. ده غير طبعا ان هي يقال ان هي حكمت سنتين في حكم مصر بعد إخناتون. طيب لو رحنا لملكة أخرى من الملكات المصريات الشاهرات، وهي حتشبسوت، وده يعني ده بقى تاريخ كبير قوي، ممكن نقول ايه؟ الملكة حتشبسوت هي امرأة جبارة. حكمت أكتر من 20 سنة. هي مش أول واحدة تحكم في مصر، حكم قبلها كذا امرأة. بس هي قدرت تثبت إن زي ما الراجل بيقدر يحكم، هي كمان تقدر تدير بلد عظيمة زي مصر وفي مكانتها. مسكت الحكم بعد زوجها تحتمس الثاني. هي كانت المفروض تبقى وصية على تحتمس الثالث، بس هو كان لسه صغير. وقدرت إن هي تستطيع يعني إن هي تبني ليها مكانة وتعمل علاقات ورحلات تجارية
مع البلاد المجاورة، وبتعمل بقى تستورد وتصدر وهكذا. جبارة يعني ليه؟ لأن في ناس بتقول إن هي يعني هي المفروض كانت تبقى وصية على تحتمس الثالث. طبعا هو كبر بعدها بشوية، بس هي كانت ماسكة الحكم. طيب في ملكات، يعني تاريخ مصر فيه ملكات كتير. قلت لي يعني سبقها ملكات آخرين، مين ما ذكرناهمش؟ مثلا زي خنت كاوس، ميرت نب، وهكذا. طيب في أشهر ملكة قهرت الهكسوس، وده بقى ده موضوع، يعني الهكسوس دول كانوا يعني في الزمن بتاعهم يعني القوة العظمى زي ما بنقول دلوقتي. فازاي الملكة المصرية دي قدرت ان هي تقهرهم، ومين هي؟ خلينا بس نعرف بس ان الهكسوس لما دخلوا مصر هم ما دخلوش بشكل احتلال رسمي، هم دخلوا على شكل بقى هجرات، وان هم يقيموا في البلد وما احتلوش مصر. هم سيطروا على الجزء الشمال بس من مصر، وطبعا اللي كان بيحاربهم هو الملك سكننرع. شجعته على كده هي زوجته يحتب، واللي احنا لحد دلوقتي اصلا بنستخدم نشيد ليها يعني، او بنحييها في رمضان لما بنقول وحوي يا وحوي. ده كان تحية ليها بعد انتصارهم في اسمها يحتب. يعني ساعدته ازاي؟ شجعت جوزها اللي هو سكننرع ان هو يكمل محاربه الهكسوس. هي ما بتحبش ان بلد حد يجي عليها او يدخلها اجنبي. وبعد ما توفى ما سكتتش لحد كده، مسكت الحكم. وبعد كده لما ابنها كاموس كبر شويه خلته يكمل مسيره باباه لمده 5 سنين ويطارد الهكسوس لحد برضه ما توفى. برضه ما سكتتش، مسكت الحكم تاني ولحد ما ابنها احمس كبر، وبرضه هو اللي قدر يطرد الهكسوس. ده يعني والله نماذج كويسه جدا. واحنا يعني لو عرفنا قد ايه المراه المصريه في التاريخ القديم ده كانت عظيمه، اكيد ده كمان بيبقى شيء ملهم للسيدات في العصر ده، مش كده؟ طبعا. طيب قولي لي بقى، يعني ده على مستوى الملك والحكم والملكات يعني، لكن المرأة المصرية العادية بقى أخبارها إيه في العصور القديمة دي؟ ست الكل طبعا. هي بتقدر ان هي تهتم ببيتها وبأولادها بزوجها، تروح شغلها، تحقق نجاح كبير. يعني هي مش بتأثر في أي مجال من المجالات دي. يعني المعابد وصلنا من أجدادنا قدماء المصريين وثق ده دور المرأة وإزاي يعني؟ في شكل تماثيل أو شكل نقوش. حتى لما رحت المتحف المصري اللي في التحرير نزلت بوست بسأل فيه ليه دايما الست بيبقى متصورة جنب الراجل، يا إما هي ماسكة فيه دايما أو حاطة دي على وسطه وبتاع. بس طبعا جت كوميكس كتير اللي هو الراجل لو اتساب مش هيتجاب، الست هي المساندة لزوجها، وهكذا. بيبان كتير في التماثيل. وأعتقد كمان كان دور المرأة في صنع الحضارة المصرية دور لا يمكن إغفاله بأي شكل من الأشكال. تمام. طيب نماذج دول بيعتبر الأقوى وليه؟ حتشبسوت، لأن هي قدرت إن هي واحدة زيها ما تقدرش تقف وسط ناس هجمتها كتير. ده غير إن هي كانت مريضة كانسر وسكر. طب ازاي بقى عرفنا ان هي مريضة كانسر وسكر دي؟ من الموميا بتاعتها. وما كانوا اتهموا تحتمس الثالث ان هو موتها او سمها او عمل فيها اي حاجه، بس لما اكتشفوا الموميا بتاعتها الموجوده في متحف الحضاره اكتشفوا ان هي لا، دي مريضه بعد تحليلات بقى. يعني العلم الحديث اكتشف ان هي كانت مريضه، لكن في التوقيت ده ما كانش. لا، كانوا متهمين تحتمس الثالث، كانوا ظالمين. دراستك ليها قلتي انها يعني كانت ست مش عاديه يعني. طيب لو رحنا بقى للجزئيه الخاصه بالعرض للملكات دول في المتاحف، خصوصا ان احنا في انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير، وده هيكون حدث عالمي كبير. يعني قولي لنا كده ايه اللي بيحتاجه العرض لتاريخ الملكات المصريات في المتاحف المصرية، وسواء اللي شفتيه في المتحف القديم او اللي بتتمنيه في المتحف الجديد ان شاء الله.
المتحف الكبير مش مخلي حاجة، يعني بصراحة طريقة العرض روعة، رحت أكتر من مرة. وكمان دكتور زاهي حواس عامل حملة لاسترجاع رأس نفرتيتي من برلين عشان يحط رأسها في المتحف المصري الكبير، ده هيبقى إضافة كبيرة ليها. طبعا ده الموضوع ده يعني كمان هيجذب كتير ان هم يقروا عنها مظبوط كده. نجيب معلومات صحيحة ومعلومات موثقة عن تاريخنا المصري القديم، بس يعني بشكل مبسط، يعني طبعا احنا مش دارسين للموضوع. منين، وخصوصا عن المرأة المصرية ودورها؟ يعني في دكتورين دول اللي دايما بقرأ لهم، دكتور عبد الحليم نور الدين ودكتور سليم حسن. طبعا الاثنين الأوساعة بتاعتهم تكفي خلاص، يعني انت حضرتك مش محتاج حاجة تاني في الحضارة المصرية عامة، وخاصة عن دور المرأة. ده لو قلنا دي يعني الحاجة اللي ممكن نرجع لها كتابيا، لكن طبعا الزيارات الميدانية ده موضوع تاني بقى، مش كده؟ واحنا كدورنا كشباب صغير ان احنا بنعمل فيديوهات بطريقه مبسطه وان احنا نحاول نبسط الامور، ان الناس تبقى عندها علم بالحضاره المصريه. والنقطه اللي حضرتك بتقوليها دي مهمه جدا، واعتقد ان حضراتكم بقى كشباب الاولى بيها، لان ده زمانكم، ده يعني زي ما بنقول كده الوسائل المتاحه ليكم اكتر، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الاعلام الجديد، الفيديوهات، التيك توك، الحاجات دي. قولي لي يعني ممكن ده يكون ودورك انت، يعني انت قلتي لي بتعملي ده، اديني كده فكره اكتر. يعني مثلا خليت مثلا نفرتيتي، هم ما حدش كان فاهم يعني مين نفرتيتي وعايزين نرجعها ليه وكده. عملت فيديو بالاي اي ان نفرتيتي هي تعرف نفسها وبتتكلم بالطريقه بتاعتنا. ممتاز. وكذلك حتشبسوت استخدمتي الذكاء الاصطناعي. ايوه. طب ده هايل، ده هيفيد الذكاء الاصطناعي، يفيد في جدا. الناس كانت مستمتعه بيه جدا، وبطريقه ضحك وهزار ومش فيديو طويل 30 ثانيه. ما هي لا، ما هي طبعا ما فيش بقى فيديوهات طويله. لا اللي هو معلومه يعني مفيده عن نفرتيتي. هي بتعرف نفسها هي مين والتمثال بتاعها هتلاقى فين، وهي موجوده فين دلوقتي، وان هي عايزه ترجع بلدها تاني وهكذا. ده كمان اعتقد الحاجات دي يكون ليها دور كبير جدا مع اطفالنا، يعني لان هو دي اللغه اللي بيفهموها اكتر. مظبوط. يعني انت بقى بمستقبلك بتتمني ايه ان شاء الله في المستقبل القريب ليكي في مجال تخصصك ده؟ لو انا دلوقتي المجال قريب من بعد ما ان شاء الله اتخرج اعمل فيديوهات، جولات، زيارات. على المدى البعيد ان شاء الله بقى افتح شركه سياحه وهلاقي الناس هنتابعك ان شاء الله، وهنلاقي حاجات كويسه جدا. انت شرفتينا استاذه ولاء ناصر في كليه الاداب جامعه حلوان قسم تاريخ، ويعني شدي حيلك كده. حاضر ان شاء الله تبقى زي الفل، وبتمنى لك كل التوفيق. انت طالعه على امتحان على طول دلوقتي. ادعي لنا بقى. لا ان شاء الله احسن نتيجه ان شاء الله ان شاء الله تكون في امتحان النهارده. شكرا ليكي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. وكمان مشاهدينا بنقول لهم ان المراه المصريه فعلا تستحق كل التقدير وكل الاحترام لدورها المهم، مش النهارده بس لكن عبر تاريخ مصر. الاسبوع القادم ان شاء الله هنقابل حضراتكم لقاء متجدد، وبنصبح عليك. تحياتي دائما حازم أبو السعود.